رسمياً الفافي أعلن تسريح بيتكوفيتش لأنيس حاج موسى بسبب معاناته من الإصابة اللي تعرض لها مع فينورد في الماتش الأخراني كونتر أياكس. هذا المسلسل تاع الإصابات مع ذا سف رانا مع كل بداية تربص يكون العنوان الأبرز، وراني خايف تكون هذه البداية برك باسكو ميم بوداوي البارح ما أنطريناش بسبب معاناته من لاغريب. أنا دايما فاقدة تربصات نقول إن شاء الله هادو الضربات الخفاف يجوا في اللاعبين القدامى كيما زروقي ماندي محرز وما يجوش في اللاعبين الجدد، ماشي تشمت فيهم ولا ناوي لهم الشر حاشا لله، بصح هادو على الأقل اللي إذا تبليساو كامل نعرفوا مستواهم وراهم باينين. أما العكس بالنسبة للاعبين الجدد، أنت ديجا عامين ونص وأنت تستنى يجيب دي جوهر جدد كيما تيطراوي ولا عبادة ولا نباير ولا غنيمس ولا غيرهم، في الآخر كي يدير الهدا ويجيبهم يبداو يتبليساو، والدليل عندك أنيس حاج موسى يستنى بالشهور باش يدي لاشونس وفي الآخر يتبليسا. مي هاد الإصابة تاع أنيس حاج موسى راني نشوف بالك فيها خير، خاصة الوافد الجديد فارس غنيمس اللي راهو غير هو ومحرز اللي يلعبوا كوتي دروا، وباين رياض محرز راح يدخلوه في الماتش تاع غواتيمالا ويمد الفرصة لفارس